نرجو دعمنا بالضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد، هذا فضلا وليس أمرا، وشكرا. يرى حزب الاستقلال بأن التطورات الميدانية الخطيرة التي تعرفها الأراضي الفلسطينية وما خلفته من قتلى وجرحى ومجهولي المصير في صفوف المدنيين العزل تأتي نتيجة لمنطق القوة والانتهاك الذي تنهجه القوات الإسرائيلية. وأضاف بلاغ صادر عن اللجنة التنفيذية للحزب بأن ذلك يأتي أيضا بسبب مواصلة سياسة الاستيطان والعدوان المتكرر على المسجد الأقصى وعلى باقي المقدسات الإسلامية والمسيحية، ومواصلة استهداف وقتل الفلسطينيين واستباح حرماتهم، بالإضافة إلى حالة الجمود في مسلسل السلام التي طالت لتمكين الشعب الفلسطيني من تحقيق كل ثوابت وانسداد الأفق السياسي أمام حل الدولتين. ودعا البلاغ إلى الوقف الفوري للأعمال العسكرية التي ستزج بالمنطقة في حرب إقليمية وشيكة من شأنها ترعن مرة أخرى الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وتخلق شرخا داخل المجتمع الدولي بشأنها، كما دعا إلى توفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين العزل من أي ردود أفعال انتقامية في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية. ودعا أيضا إلى تأمين إمدادات الغذاء والدواء والوقود وغيرها من الحاجيات الضرورية للعيش الساكنة، تعجيل بإعادة إطلاق العملية السياسية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل على قاعدة الحوار والمفاوضات وفي احترام لمبادئ وقرارات الشرعية الدولية.